يا صباح الخير ومساء الخير على حسب الوقت اللي وصلكم في الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفة جديدة وفيديو جديد، وزي ما انتم شايفين كده النهاردة هنعمل مع بعض حاجة سكر قوي وعسل قوي، وهو ورق العنب الاخضر. طبعا ورق العنب الاخضر نزل في الاسواق ما شاء الله، ربنا يبارك. عايزة اقول لكم لونه رهيب. انا عن نفسي جبت 7 كيلو ولفتهم وشلتهم مخزنين. طيب هنشوف النهارده هنعمل مع بعض العسل والسكر ده ازاي. وطبعا ده كان اوردر عشان العيد. اتاخرت عليكم كالعاده دايما بالفيديوهات، بس عايزه اقول لكم بجد حاجه عسل. بصي شكله جميل ازاي، صوابع صغيره ولونه تحفه. عايزه اقول لك طبعا الفريش، حاجه الفريش كده مفيش زيها ولا احلى منها. زي ما انتوا شايفين النهارده هنعمل مع بعض ورق العنب بتكات بسيطه ومختلفه، وكذا حد علق لي عليها قال لي ازاي ومش ازاي. تعالوا نشوف مع بعضنا ونبدأ الفيديو بتاعنا ومكوناتنا وطريقة التحضير. يلا بينا سريعا. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده النهاردة هنشتغل مع بعض. الاوردر بتاع النهاردة بصراحة كان لحمة بلدي. يعني انا عامة دايما بجيب اللحمة اللي هي البرازيلي المتلجة، بس المجمدة. بس دي طبعا الاوردر بتاع النهاردة ده كان لحمة بلدي زي ما انتم شايفين. ده كان عندي كيلو من اللحمة البلدي نص ونص زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يعني صاحبة الاوردر كانت عايزاه بلحمة بلدي، قالت لي انا عايزاه لحمة بلدي، قلت لها تمام. فحتى هي جابت لي اللحمه بصراحه وانا يعني لفتها لها. طيب هنضيف عندنا ايه؟ انا هنا مسخنه عندي زبده بالميكروويف، ممكن تحطي سمنه مفيش مشكله، او تحطي زيت زيتون او اي حاجه بالنسبه لك. طبعا يا جماعه ده شغل، يعني في ناس بتبقى طالباه كده، ده اكلها كده. كل واحد طبعا على حسب ما بيحب ياكل الحاجه بتاعته بيعملها. عشان في كذا حد علق لي قال لي ازاي ومش ازاي، حتى قالت لي من داخل الكلام مش عايزه رز كتير. فضفت عندي زبده وضفت عندي كوبايتين رز، وبعد كده هنزل بنص كوبايه تانية. يعني حتى انا دايما بضيف 3 كوبايات رز على الكيلو. قالت لي انا عايزه الرز اقل يعني، واللحمه تبقى اكتر فيه. بالنسبه للبهارات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده ملح و7 بهارات، ما بضيفش اي حاجه تانية. في ناس بتحب تحط بصل، في ناس بتحب تحط صلصه، في ناس بتحب تحط خضره. بس انا اللي بيطلب مني او الشغل بتاعي كده بيبقى هو ده: الزبده، بهارات، ملح، رز. مش عايزين اكتر من كده. طبعا دي 7 بهارات انا بحطها عليه. انا بحط كده حوالي معلقه صغيره، وبحط ملح، وبعد كده ببدا الخبطهم في بعض زي ما انتم شايفين بالشكل ده. فزي ما قلت لكم حبايبي، في ناس بتقول لك ايه، لا انت ما بتحطيش ليه، ده عبارة عن رز بس، ده عبارة عن لحمة ورز بس. يا جماعة ده هو كده يعني بيتاكل كده، هو مطلوب كده عادي. وانا لو عايزة احط مثلا احط من دماغي بصل، احط خضرة، احط صلصة. لا انا عن نفسي لو سألتوني انا بحب المحشي بتاعنا اللي هو رز وخضرة وتسبيكة والحاجات دي. لكن ده شغل كل واحد بحسب ما بيحب الحاجة الاكل بتاعه بيعمله. فانا ممكن احط بصل، ممكن احط صلصه، ممكن احط خضر، بس هم مش عايزين، هم عايزينه كده 1 2 3. حتى في واحده علقت وكاتب لي ده بس برز بس، ده لحمه بس، ده كده كتير. هو ده الحاجه اللي بتبقى مطلوبه او هم عايزينها كده. خلاص بعد كده بلخبطهم في بعض كده زي ما انتم شايفين. وباجي بقى عند ورق العنب. طبعا زي ما قلت لكم ورق العنب الاخضر نزل ما شاء الله، ربنا يبارك وملا السوق. هنا بقى خلاص خلصنا نضفنا وجبنا بقى ايه، نحط فوطه كده، وجبنا الترابيزه بتاعتنا ونبدا نقعد زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بصوا بقى يا حبايبي، انا قبل كده اتكلمت في فيديو قلت ان الماركات او الشركات الحلوه اللي انت طبعا ده ورق عنب اخضر، الماركات او الشركات الحلوه اللي انت ممكن تستعمليها وتجيبيها، هي مفيش احلى ولا انضف من جيفريكس. جيفريكس ماركه معروفه في ورق العنب. وطبعا الاكياس بتاعتها غاليه جدا، فلو انت تعرفي تخزني من السنه للسنه، لو عندك مكان او عندك ساعه تخزين خزني. بس انا عشان بصراحه ورق العنب لما خزنته بصراحة بكل الطرق أحلى حاجة بخزنه ملفوف. يعني بحاول على قد ما أقدر إن أنا ألفه وأشيله ملفوف، بحيث إن اللي يطلب يلاقي. حتى صدقوني لو قعد سنة ملفوف هو محفوظ ومتشال زي الفل. خلاص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. فببدأ ألفه طبعا زي ما انتوا شايفين كده. بنجيب الورقة بتاعتنا بنفردها بالشكل ده كده، بنجيب الحتة اللي هي بتبقى ناعمة بتبقى تحت، والخشنة دي بتبقى فوق، بحيث ان احنا لما نحط الرز ونبدأ نلفه كده. بص طبعا انا بشتغل يعني معاكم بشوش خالص عشان تشوفوا انا بلفه ازاي. بحط كده واطبقها يمين وشمال، وبعد كده بنبرم البرمة بسرعة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. ولو الورقة حسيتها كبيرة شوية بشيلها كده، وناخد بالنا من العروق اللي بتبقى في النص يا جماعة، عشان دي لو اتبلعت او اتاكلت في الزور كده بتشنق، وطبعا مش محببة، تبقى عاملة زي الفتلة، فده مش حلو. فناخد بالنا دايما ان اللي زي الخيوط دي نشيلها ما نخليهاش. اهو بمسكها كده وبطبقها زي ما قلت لكم يمين وشمال. انا طبعا اغلبية السنة انا طبعا بخزن ملفوف كتير، فلو احتجت في وسط السنة بجيب الجيفريكس.
طبعا الجافريكس غالي، بس هو طبعا معروف ان هو غالي، بس بصراحة جافريكس نضيف جدا وحلو جدا، وهقدر اقول لكم 99% ما بنرميش منه ورقة كتير، وكمان بيبقى شكله حلو ورصته نضيفة وزي الفل. فباخد كده لو في حتة زيادة بركنها على جنب، وببدأ ان انا اظبط، يعني اعمل صوابع صغيرة مش صوابع كبيرة. وطبعا الف هنا يا رب على صاحبتهم، يا رب تتهنى بيهم، الف هنا على قلبها طبعا. وده يعني جزء صغير من ان انت مثلا تعملي شغل، تعملي مشروع صغير من بيتك. يعني هو طبعا ايوه صغنن قوي، يعني مش كبير جدا، بس هي حاجة يعني حلوة مش وحشة يعني. طبعا زي ما قلت لكم مش كتير قوي بشتغله، بس يعني لما بيطلب مني انا بعملهم. بس بصراحة يعني ربنا يبارك يا رب ويجعلها ثمرة خير، امين يا رب. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو، بحط الورقة في وسطه. خدوا بالكم دي الفتلة اللي انا بتكلم عنها، عشان دي ناس تقولك ايه ده مرفيعة، لا لا، دي لو دخلت في الزور واتبلعت زي الفتلة، مش محببة خالص في الاكل. وبعد كده انا بلف كده واطبق يمين وشمال، حتى لو هي نص ورقة انا بلفها عادي مفيش مشكلة خالص اهي، بحيث انه تبقى الصوابع صغيرة قد بعضيها، لانه صاحبتهم عايزاهم قالت لي انا هرصهم في حلة. انا طبعا رصيتهم في الحلة، بس معلش ما جبتش الحلة بتاعت الورق يعني وكده. خلاص اهو بالشكل ده. طبعا ربنا يبارك، الكمية طبعا كانت كبيرة وحلوة. انا طبعا بكررها كذا مرة يعني، مش بس دول، فبعمل كمية حلوة. بص ربنا يبارك، شايفين الصوابع شكلها حلو ازاي. بالنسبة لطريقة الحفظ بتاعته زي ما قلت لك، لو يعني انت حابة مثلا تعملي شوية، او انت ست بيت وبتحبي ورق العنب، عادي بتعمليه وبتحطيه تحطيه في اكياس، وبتوزني مثلا زي ما انت هتاكلي تطلعي قد الاكلة بالظبط، وبتحط رصيه في اطباق، وبعدين تدخليه في اكياس في الفريزر، بيقعد معاكي فتره طويله. وده بيكون شكل ورق العنب بتاعنا. يا رب الفيديو بتاع النهارده الصغنطوط ده يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير، وصفه جديده وفيديو جديد. وزي ما انتم شايفين العسل والسكر بتاعنا بصوا لا يعلى على جماله تاني. بصي جميل ازاي، تحفه. الف هنا يا رب على قلبها. اشوفكم على خير، وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.